السلام عليكم. معكم نور. النهارده نعمل معاكم النجرسكو دي من الاكلات اللي انا بحبها جدا وشاطره فيها جدا وبطلعها احلى كمان من المطاعم. عايزاكم كده بقى تركزوا معايا في كل تفصيله فيها، واي حاجه انا هحطها على النجرسكو لو ليها بديل ينفع هقول لكم البديل بتاعها، ملهاش هو المكونات اللي هحطها دي هي دي اللي هتطلع لكم احلى نجرسكو ممكن تاكلوه في حياتكم. اول حاجه عندي جزر مبشور، بصل متقطع مكعبات صغيره، فلفل عايزين تحطوا فلفل سبايسي فلفل الوان براحتكم، طماطم برضو بس تشيلوا منها الميه. الفراخ بصي يا ستي، انا كان عندي صدر فرخه قطعته، يعني كنت سلقاه واتبقى من الغدا وكده، ففصصته حطيته على المكونات بتاعت النجرسكو. تمام. ممكن تقطعوا فراخ بانيه وتشوحوها بنفس الطريقه دي، بعد ما تشوحوا البصل كده وتنزلوا الفراخ هتبقى معاكم جميله. ممكن تحطوا بقى ان النجرسكو دي تنفع معاكم بانواع اكلات كتير، يعني تنفع معاكم سوسيس، تنفع معاكم بسطرمه، جبن بس وزيتون، تنفع معاكم سلامي، تنفع معاكم لانشون، تنفع معاكم حاجات كتير قوي، بسطرمه، فانتوا براحتكم. دلوقتي انا شوحت البصل بمعلقه زبده كبيره، وحطيت بعده الفلفل، وبعد كده نزلت بالجزر، بعد كده نزلت بالزيتون. لازم تنزلوا بالترتيب ده عشان مفيش حاجه تنزل ميه، وعشان كله يستوي. تمام. اول ما كله كده يدبل ويخشوا كده في السوا، هننزل بالطماطم. زي ما قلت لكم الطماطم ممكن تستغنوا عنها لو انتم مش بتحبوها، هتحطوها هتشيلي القلب بتاع الطماطم من جوه. هنشوحها بقى كده كويس. حطيت بقى عليهم كاري، كركم، فلفل اسمر، كمون، ملح، سماق مطحون. حطيت شويه من الشطه، شويه من البابريكا. عايزين تحطوا توم باودر، تحطوا بصل باودر، تحطوا كزبره، اللي بتحبوه. دي عامله زي مثلا شاورما كده، او ممكن تاكلوها على فكره كده عادي من غير مكرونه ولا من غير اي حاجه، عيش ويلا. انما انا حطيتها في المكرونه، ممكن تاكلوها عادي. فانتوا الطعم اللي بتحبوه بالتوابل اللي بتحبوها عليها حطوها. انا قطعت بعد كده عليها لانشون مكعبات كده. انا عندي القالب مش لانشون اللي هو الشرايح، انا عندي قالب قطعت كده منه مكعبات، برضو مكعبات صغيره. هنيجي بقى في حله كده نسخنها ونحط عليها معلقه زبده كبيره، ممكن تحطوا سمنه براحتكم يعني. نزلت من الكيس اللي هو الماجي بتاع البشاميل، ده كان بنكهة الجبنة الرومي. تهيألي ماجي نزلت نكهات كتير قوي بالبشاميل، فبراحتكم عايزين تاخدوها السادة براحتكم. هدوبه كده قوي. تمام. انا لقيت ان الزبدة يعني كتيرة شوية، مش هو ده السمك اللي انا عايزاه. نزلت بمعلقة من الدقيق، معلقة كبيرة من الدقيق. انا عايزاه يبقى تقيل كده، شبه الصوص بتاع الكريب اللي بنعمل منه الكريب. نقلب قوي قوي لحد ما تشمي يعني الدقيق والتوابل بتاع البشاميل تستوي كده وتطلع ريحه. رشيت بقى رشه من جوز الطيب، ممكن تستغني عنها، وحطيت شويه من اللبن، ونزلت قالبين قصدي شريحتين من الجبنه الرومي وقطعتين من الجبنه المثلثات، اي طعم مش لازم يعني اللي انا حاطاه، يعني اي نوع. وهتقلبي قوي 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 في حبه من اللبن بقى صغيرين كده، واول ما تدوب هتزودي بقى اللبن. نسيت كمان واحدة مرقة بتاعت الفراخ، بتدي طعم البشاميل في حتة تانية. وطبعا بقى بتحطي الملح والفلفل الاسمر، وما تنسيش ان انتي حاطه مرقه وحاطه جبن، فهي حادقه، يعني الملح خدي بالك منه. هتدوبيه قوي كده خالص خالص زي ما انتوا شايفين كده. ده السمك بتاع النجريسكو.
سمك البشاميل بيختلف عن البشاميل ان هو بيبقى تقيل شويه عن البشاميل اللي بيبقى تقيل عنه، انما النجريسكو بيبقى نفس السمك ده. تمام، ولا تقيل ولا خفيف. في ناس بتحبه على فكره خفيف، يعني انتي ممكن تخففيه، بس انا بالنسبه لي هو كده تمام قوي. ده السمك اللي هو ولا تقيل ولا خفيف. طبعا كنت سلقه مكرونه. احنا طبعا عدنا وزدنا في المكرونه دي كتير بتتسلق ازاي، فهو كفايه كده عليها. اي نوع مكرونه بقى بتحبيها، يعني اللي يعجبك او اللي عندك. حط بقى في الارض كده شويه من الصوص بتاع النجريسكو. بعد كده هنحط مكرونه. بعد كده هنحط الخضار بقى بالفراخ اللي احنا عاملينها. توزعيها كده عشان كل واحد ياخد بالمعلقه وياخد قطعه، تلاقيه يعني كله واخد حقه زياده. صراحة انا بحبها تكون مصنية مش كبيرة قوي، بحيث ان الخضار يبقى كتير. عملتها قبل كده بالسجق كانت تحفة، عملتها بالمشروم والفراخ كانت تحفة برضه، عملتها بالبسطرمة، عملتها بالنقانة. بص اي حاجة بالجبن، بس اي حاجة في النجرسكو هي روعة بصراحة. دلوقتي حطيت بقى، بعد ما حطيت الخضار حطيت الطبقة التانية من المكرونة، بس الطبقة التانية ما بتبقاش فيها مكرونة كتير، يعني حاجة بسيطة كده. وهننزل بقى بالصوص، نغطيها جدا جدا جدا. عايزين ناكل كده كأننا بناكل طبقة ايس كريم. بعد كده ما غرقتها بالصوص بتاع البشاميل من فوق، تحفة. شكلها من قبل ما تدخل الفرن يجوع الصراحة. بعد كده بقى هنحط عليها جبنة موزاريلا. ما تبخليش عليها، زودي زودي ما يهمكيش. النجرسكو بتحب الجبنة الموزاريلا كتير. عندك بقى جبنة شيدر حطي، عندك الجبن السوري حطي، كلها بتدي حلوة. بس انا بصراحة بفضل الجبنة الموزاريلا بس عليها من فوق. ممكن ترشي كده شوية نعناع من فوق، شوية اعشاب، زعتر، الحاجات دي برضو بتديها كده. بتحطي من فوق سمسم، في ناس بتحط سمسم. وتدخليها بقى الفرن ونسيها بقى، وهتطلع احلى مكرونه. شغلي طبعا من تحت ومن فوق، يعني شغلي الشوايه مع الفرن، الاتنين مع بعض هيطلعوا لك الاتنين سوا. طبعا بتسخن بقى لان المكونات زمانها بردت، بتسخن ومن فوق بتاخد اللون الذهبي العسل ده. والف هنا وشفا على قلبكم، جربوها بجد بجد مش هتندموا. بعد ما طلعتها كده كلها سخنه. طبعا هي البشاميل ممكن تسيبها بارده، انما النجريسكو هي اصلا ما بتطلعش قوالب زي البشاميل. فانتوا طلعوها كده وكلوها، والف هنا وشفا. وادعولي، يعني لازم تدعولي الصراحه. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. والف هنا وشفا على قلبكم. سلام.